ومن ماليزيا إلى إقليم كردستان العراق، وتحديدا إلى منطقة هورمان القريبة من الحدود مع إيران. تتميز هذه المنطقة بخصوبة أراضيها وبإنتاجها الكبير من المحاصيل الزراعية وخاصة الجوز، فمحصول أشجار الجوز الوفير يغطي حاجة محافظات إقليم كردستان الأربع، فضلا عن كونه يتميز بجودة عالية. لذلك يحرص السكان على أن يكون موجودا على موائدهم باستمرار. ستير حكيم تعرفنا على هورمان وبساتينها الغنية بأشجار الجوز المثمرة. على مسافة 84 كيلومترا جنوب الشرقي مدينة السليمانية تطل سلسلة جبلية تعرف باسم هورامان، وهي تضم مدن ميريوان وباو في الجانب الإيراني ومدينة حلبجة في الجانب العراقي شمال الشرقي المدينة. سفوحها التي تختبئ تحت ظلال أشجارها الكثيفة يعود عمرها إلى عشرات بل مئات السنين. آلاف من أشجار الجوز وجدت لها موطنا في قرى وبلدات هورامان التي تشتهر بخصوبة تربتها وجمال طبيعتها. وقفنا برهة للتمتع بجمال الطبيعة وسحرها. فجأة نمت إلى أسماعنا أصوات غناء شعبي يختلط صداها بروعة المشهد هنا. الموسيقى والغناء يعتبران جزءا لا يتجزأ من حياة وتكوين الثقافة الهورامية، خاصة أثناء الزراعة وجني المحاصيل. ويتميز الغناء الهورامي بنمط خاص إذ لا يتقنه إلا المحترفون، وهو يقوم على بدء أحدهم بالغناء ثم يسلمه لشخص آخر لبعض الوقت ثم يتسلمه ثالث ورابع، وهكذا تتكون الأغنية من عدة أصوات مختلفة لكن بسياق شعري ولحني واحد. تختلط الأغاني بمزارع الجوز الخضراء التي يعتبرها سكان المنطقة مصدر رزق وسعادة لهم في آن واحد. نحن نغني طوال فترة عملنا في البساتين، فكما تشتهر مناطقنا بأشجار التوت والرمان والجوز، فهي تتميز وتشتهر بنمط غنائها الخاص الذي يعد جزءا من ثقافتنا وحياتنا اليومية. الحاج جمال لم يعرف مهنة في حياته إلا زراعة أشجار الجوز والاهتمام بها، مهنة ورثها عن آبائه وأجداده، وهو يعتبر أن اهتمامه بهذه المزرعة ورعايته لها ليس بدافع الربح لكن للمكانة الخاصة التي تحظى بها الشجرة لديهم. نحن ورثنا هذه المزارع من آبائنا وأجدادنا، كل أب سلمها لابنه والابن بدوره يسلمها للحفيد، وهكذا. موسم القطاف يبدأ اعتبارا من منتصف شهر أيلول وحتى منتصف تشرين الأول. هذا العام كان المحصول 20,000 جوزة، وهناك من كان محصوله أكثر أو أقل، والربح لا يتعدى $2,000 سنويا. يشارك أفراد عائلة الحاج جمال في جني ثمار الجوز، فهم تعلموا حب هذه الشجرة ورعايتها بدقة وحرفية وأسلوب خاص في القطف والجمع، وتتحول أوقات العمل إلى ملتقى للأحبة والأصدقاء.
منذ ساعات الفجر نتوجه للمزارع حيث يقوم الرجال بقطف الثمار ونحن نقوم بجمعها، ومن ثم نجتمع ونقوم بإزالة القشر خلال جلسات نتبادل فيها أطراف الحديث، ومن ثم نضعها في أكياس لبيعها في الأسواق ونحتفظ بجزء منها لفصل الشتاء. ثمار الجوز التي تشكل لوحة فنية مختلطة بعبق التراث والثقافة بالنسبة للهوراميين توحد الأهالي في كافة أرجاء المنطقة في مواسم الزراعة والحصاد، وتترك لونها على أيادي المزارعين في تأكيد رمزي على هذا الاختلاط والتجانس. يقول المزارعون إن إنتاج الجوز لهذا العام مقارنة بالعام الماضي كان جيدا، فالعوامل البيئية والجوية كلها تلعب دورا في ذلك، الأمر الذي ينعكس على أسعار الحبات في الأسواق. أسواق المكسرات في كردستان بدت غنية بالجوز المحلي الذي تنتجه هورامان، فضلا عن أنواع مستوردة من المنتجات الأجنبية، لكن الباعة المحليين يؤكدون أن الثمار المستوردة لا تضاهي جودة المحلية رغم كبر حجم الحبة الأجنبية مقارنة بالهورامية، كما أن أسعارها تختلف حسب نوعها وجودتها. الأسعار تختلف. العام الماضي مثلا كانت 1000 حبة جوز تباع ب60 أو 70 دولارا، وهذا العام تباع ب80 أو 90 دولارا، وقد يصل سعر بعض الأصناف أحيانا إلى 100 دولار وأكثر. نحن نتبع طريقة بيع 1000 جوزة وليس الكيلو، وهي عادة قديمة هنا. يعتبر الجوز جزءا رئيسيا في وجبات الإفطار بالنسبة للأكراد، كما يدخل في بعض الصناعات الغذائية والدوائية، فضلا عن أنه مادة أساسية في إعداد بعض الحلويات المحلية كالباسوق والسجوق. ورغم كل المعوقات التي تتعرض لها زراعة الجوز من عوامل بيئية وإهمال من قبل الحكومة والمواطنين، تبقى شجرة الجوز ثروة قومية تدر أرباحا كبيرة في حال الاهتمام بها، خاصة وأن بعض الأشجار في كردستان يصل إنتاجها إلى 60,000 ثمرة، وهو ما يعادل نصف طن سنويا. تحظى شجرة الجوز بمكانة هامة في حياة الهوراميين، فهذه الشجرة المعمرة وكما يقولون ترافقهم منذ طفولتهم وحتى مماتهم، وهي شجرة يزرعها الأجداد ويحصد ثمارها الأبناء. ستير حكيم من منطقة هورامان، حلبجة.